وبركته ملهاش اخر. ازاي؟ تعال نشوف القصه بتاعتنا. القصه بتاعتنا بتحكي عن شاب دخل التجنيد. الشاب ده من اسكندريه، اتجند، والتجنيد بتاعه الفتره الاولى كانت في مكان قريب من الأديرة، من دير الأب أنطونيوس للأنبابولة. فكان بيقضي الفترة بتاعته، لكن أول ما يجيله أجازة مش هيلحق يروح اسكندرية ولا يروح حتة، فكان يروح على الدير. المسافة لغاية الدير مسافة مش صغيرة، 15 كيلو، بس عشان هو بيحب ربنا وبيحب الأديرة كان يمشي المسافة دي ويروح، وكان ياخد بركة لدرجة انه بقى معروف في الدير. الشاب الحلو ده اللي دايما كل ما يلاقي فرصة يجي الدير. ففي يوم من الايام خلاص ادوله اجازة، وخرج من المعسكر بتاعه وقعد ماشي. كانت الدنيا حر، وقعد ماشي في الصحراء ال15 كيلو دول لغاية ما وصل دير الأنبا أنطونيوس في الصحراء الشرقية. ووصل هناك وكان بقى تعبان وجعان قوي، ما كلش ومشي مشوار طويل وفي الحر، كان عايز ياكل ويشرب اي حاجه يعني. فراح على المكان عشان ياكل يعني اي حاجه، شويه فول حلوين، اي حاجه كويسين. راح وهو هناك دخل عشان يطلب لسه اكل، بص لقى ابونا وكيل الدير ربيته يعني بتاع دير ابونا، ساعتها كان اسمه ابونا اباس خيرون، وده كان راجل بركه وقديس كبير قوي، في ده معاصر في القرن العشرين. لقاه يقول له اهلا ازيك يا ابني؟ قال له ازيك يا ابونا، وسلم عليه كده باهتمام. قال له انت بتعمل ايه؟ قال له بدور على اكل، اصل انا لسه جاي مشوار طويل في الحر فعايز اكل اي حاجه. قال له لا 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 تعالى انا هاكلك. قال له بص كده، قال له ايوه عدي في القلايه هاكلك تعال. قال له متشكر ونس هتعبك. قال له لا 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 بس تعال. راح معاه وهو مكسوف، هيتعب ابونا الربيطه وكيل الدير يهتم بيه كده. قال له طب متشكر قوي. راح معاه هو ما دخلش القلايه قبل كده، والقلايه الراهب ما حدش بيخشها، لكن هو سمح له عشان جاي تعبان وهيأكله. دخل وقعد، ويفاجأ انه القلايه دي ملخبطه ومزربكه ولقى حاجات ماشيه، ايه، لقى فراخ بتتحرك، ولقى حاجات منكوشه يمين وشمال. بس قال انا ماليش دعوه، ابونا دي حياته. قعد ساكت. وبعدين لقى ابونا عمال يلف في القلايه ويفتش ويبص في الارض بيدور على حاجه. سكت، ما رضاش يتكلم، ما يصحش يعني. ابونا طول، قعد مده طويله يبص في كل حته ويفتش يمين وشمال. هو جعان وعايز ياكل بس ما قدرش يتكلم، مستني يا ابونا، ما اعرفش بيدور على ايه. فين بعد مده طويله ابونا قال الحمد لله، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، خلاص لقيتها. بص لقى ابونا لقى ايه؟ لقى بيضه. الشاب بيقول بيضه ايه؟ انا عايز اي اكل، شويه فول، شويه عيش، اي حاجه، لكن كل ده بسره سكت. وهي البيضه دي هتقضي؟ ده انا يعني جعان قوي، لكن ما رضيش يتكلم. ابونا خد البيضه وبشويش جه ولع النار وجاب الطاسه وقعد وعمل البيضه وقعد مستني. بعد شويه جاب ابونا في طبق وحط البيضه وقال له تعالى ناكل بقى. وجاب خبزه من بتوع الدير بتوع زمان دي وقسمها نصين واداله نص، وابونا فضل معاه النص. الشاب قال يعني
طب يعني جعان قوي، هاكل نص بيضه وازاي؟ ده اللي جه في سره، ما قالش حاجه ببقه، لكن كان ساكت. وبعدين الشاب ده ابونا قال له يلا نصلي، قال له اتفضل يا ابونا. ابونا صلى الاول قبل ما ياكله، بعدين قال له اتفضل بقى، قال له اتفضل انت يا ابونا. فابونا اتفضل، قطع لقمه وبدا ياكل حته، والشاب كده برضه بعديه بدا ياكل من البيضه. بياكل وهو مش عارف يعني ده هيكفي جوعه ازاي. قال ربنا بقى، ربنا اللي يشبعك. قعد ياكل في البيضه دي، والعجيب بدا يحس بالشبع. خلصت البيضه ولقيته شبعان جدا. ازاي؟ هي البيضه زادت ولا ربنا بارك وخلاني اشبع؟ انا مش عارف، بس لقى نفسه فعلا شبعان. ابونا كل وشبع، وابونا وهو شبع وجاب له ميه وشرب، وبقى مش عارف يقول ايه ده يا رب؟ هو معقوله حاجه صغيره تكفي؟ ده عامله زي السمكتين وال5 خبزات. المسيح يحط ايده يوم يكفي الالافات. ادي احنا بيضه اهو وكفتنا احنا الاثنين، وجوعي كله راح. شكر ربنا جدا وشكر ابونا، وخرج من القلايه وهو بيقول يا رب بركتك كبيره قوي، بركتك دي احلى من اي حاجه في الدنيا. مشاكل الحياه لا تنتهي واحتياجاتنا كتيره، ولكن الله شايف كل ده، ومادام هو شايف خلاص هو هيعمل كل حاجه، حتى لو كان الامور صعبه على مخنا احنا، لكن مش صعبه عليه، لان غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فالله يقدر يعمل كل حاجه، بس انا امن. لو امنت بربنا ربنا هيديني كل حاجه. وبركه ربنا دي حاجه عجيبه، كانت موجوده من زمان ولغايه النهارده. يعني ربنا يبارك لابراهيم واسحاق ويعقوب ويديهم، ويبقى معاهم قليل يبقى كتير. بركه ربنا بتكفي وتزيد. بركه ربنا في العهد الجديد لما المسيح بارك السمكتين وال5 خبزات، ومره تاني بارك شويه سمك صغيرين و7 خبزات واكلوا الافات. هو ده ربنا بتاعنا، بيعمل من زمان في العهد القديم والعهد الجديد ولغايه النهارده. ازاي ده عمل الله بقى. عايز حد يكون مؤمن بربنا، واللي يآمن بربنا ربنا يديله، ولا يبقى امامه الا يشكر ربنا. وعلى فكره كل ما الواحد يشكر ربنا ربنا يديله كمان، وبركه ربنا تزيد معاه في ايه؟ في كل حياته. يبقى مبسوط قد ايه؟ ما فيش احسن منه بقى، مش اسعد منه. ليه؟ لانه ربنا معاه خطوه بخطوه، بيبارك له في كل حاجه، فعشان كده مبسوط وفرحان معاه. عشان كده ده التدريب بتاعنا الاسبوع ده، ان انا اشكر ربنا على البركه بتاعته، وكل ما اشكر هلاقي نعمه ربنا معايا ومكفياني وتدبر لي وتحل لي كل المشاكل بتاعتي. القصه دي حصلت في شهر اكتوبر 2024. القصه دي حصلت مع عيله رايحه تقضي يومين في فندق من الفنادق، فقالوا لابنهم مهندس كمبيوتر انه انت تعرف في الحاجات دي اكتر، فقال لهم حاضر. قالوا له احجز لنا، قال لهم حاضر. واتصل بشركه عالميه مشهوره في حجز الاوتيلات، وقال له عايزين مده كذا في الاوتيل الفلاني، وثبت الحجز خلاص، وقالوا تم خلاص الحجز دي. والمعتاد دايما في الاحوال دي انه بعد ما بيحجزوا لما بيروحوا الفندق ده او الاوتيل ده بيدفعوا لما يوصلوا الفلوس اللي اتفق عليها.
ومرت الايام وهم كويسين وناويين يروحوا. وبعدين بص المهندس ده اللي حجز لقى في رسالة جاية له من الشركة دي، الشركة العالمية المعروفة دي، بتقول له الآتي، بتقول له الحجوزات زادت في الوقت ده بالذات على الفندق ده بالذات، وناس كتير عايزة أكتر من السعة بتاعة المكان الفندق ده، فلو سمحت لازم تدفعوا حاجة، تدفعوا $300 عشان تأكيد الحجز، والباقي تدفعوه هناك لما تروحوا، عشان إذا ما دفعتوش خلال 12 ساعة هنضطر ناخد ناس تانيين. معلش ده يعني استثناء عشان العدد الكبير اللي ضاغطين علينا، فلو سمحتوا ابعتوا لنا $300 كمقدم، والباقي تبقوا تدفعوه هناك. فهو قال طيب، وكلم والده وقال له انت اللي هتدفع، جاء رسالة بتقول كذا كذا. قال له طيب يا ابني ومال. قال له طيب يلا انا معايا الرقم بتاع الكارت بتاعك في البنك، وانا بعته خلاص، اتصل بالبنك بقى عشان يدوك الرقم السري، وده ادهوني عشان نقدر نسحب $300. قال له حاضر. وفعلا اتصل بالبنك، البنك ادوله الرقم ده الرقم ده بيبقى 6 نمر، وبيقعد لمدة نص دقيقة بس عشان ياخدوا العميل ويستخدمه، عشان سرية وعشان ما يبقاش في أي نصب أو أي حد يسرق أي حاجة من حد. دقة من البنك كويسة خالص. وبعدين الأب فعلا أخذ الرقم ده وبعته لابنه، بس الشبكة بتاعت الموبايل كانت ضعيفة شوية، فالرقم اتأخر، ما وصلش غير بعد مدة. بعد قد ايه؟ هو الرقم بعد نص ساعة بيتغير، لا ده وصل بعد كده، بعد حوالي دقيقة. الابن اللي هو المهندس خد الرقم ده وبعته للبنك، البنك قال له لا ده غلط. ففهم ان عشان اتأخرنا شوي، فبعت لابوه تاني، قال له لو سمحت يا بابا اطلب تاني عشان الرقم ده ما جاليش بسرعة، اطلب مرة كمان. فطلب، قال له حاضر، وطلب مرة تاني، والبنك بعت الرقم وبعته الأب لابنه، ولكن الشبكة لسه تعبان، وصل متأخر. الابن خد الرقم ده السري واداه، بعته للبنك عشان يسحبه بقى، فقالوا له لا. طب بعدين هو مهندس وفاهم كويس قوي، مهندس كمبيوتر، عارف انه البنك بعد كده لو غلطة تالتة الكارت هيقف خلاص. لا مش هبعت تاني. وبعت لوالده قال له انا هخلص شغلي والحق اجي البيت ان شاء الله قبل ال 12 ساعه لحد. قال له طب بس ما تاخرش خلي بالك. قال له خلاص لا حاضر، ولما اجي من البيت بقى يبقى ما فيش مجال لشبكه ضعيفه ولا قويه، ونبعت للبنك، وفي الحال نبعت للشركه عشان ناكد الحجز. قال له يا ابني ايوه خلي بالك ما تاخرش. قال له حاضر. وراح الابن ده في شغله مشغول بيه، وصلى وقال له يا رب سهل بقى عشان يعني الموضوع يمشي واقدر اخلص شغلي والحق اروح البيت والحق ان انا اعمل كده عشان ما بوظش الحجز اللي هم حاجزينه العيله ورايحين فيه. صلى كويس وطمن انه ربنا معاه.
وفي وسط شغله بص لقى حاجة عجيبة أوي. بص لقى في رسالة جاياله من الشركة العالمية المشهورة دي، بيقول له إنه أي رسالة جيلك من أي حتة أو مننا إحنا كمان الشركة بتقول لك ادفع فلوس، اوعى تدفع حاجة، اوعى تدفع حاجة، احنا مش مسؤولين عن الكلام ده، خلي بالك. فهم الله، دي معناه ان في حد دخل على الشركة دي، عمل هاكينج او هجوم عليها، وقدر يدخل ويستخدم حاجة الشركة ويبعت باسمها قال اشكرك يا رب، يعني انت وفرت لي فلوس $300 كانوا هيضيعوا يا رب، اشكرك 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 جدا يا رب. وحس بقيمة الصلاة قبل اي حاجة، عشان ربنا هو اللي يتدخل وهو اللي يحافظ على الانسان وعلى فلوسه وعلى كل حاجة. وقال خلاص بعد كده كل حاجة هصلي لازم قبليها. هو مرتبط بالكنيسة وخادم، بس قال لا، ساعات بنسى، لا انا عايز اصلي قبل اي حاجة عشان ربنا يحميني ويحافظ عليا ويشدني في كل حاجة انا بعملها، لان ربنا فاهم كل شيء، ومهما كان العلم بتاعي انا مش هعرف زي ما ربنا فاهم. شكر ربنا جدا على نعمته وتدبيره وانقذه من ان فلوسه تضيع. افكار الناس ومشاعرهم كلها ربنا كشفها. طب انا ليه اشيل هم؟ طب ما انا اتكل على ربنا واصلي وهو هياخد باله وهيعمل لي كل حاجه. اللي مع ربنا مع كل شيء، وان كان الله معنا فمن علينا. اذا بالتالي ما دام ربنا حلو كده وقوي ومش ممكن حد يقف قدامه، يعني لازم يعرف يحمي اولاده. احنا عشان كده عايزين التدريب بتاعنا الاسبوع ده ان احنا ندخل ربنا في كل حاجه، ولما ندخله هنعيش مطمنين. الحل في ايدك. صلي قبل اي حاجه تعملها قبليها صلي. ساعات مخنا بيشتغل ومعلوماتنا كتيرة، ده مهندس ومتخصص وكان هيقع في مشكلة، لكن لأنه بيصلي ربنا حماه. احنا بقى هنصلي قبل أي عمل هنعمل صغير أو كبير، هصلي قبليها والله بقى هيكون معايا. ده التدريب بتاعنا الأسبوع ده. ساعات في حياتنا نجد معطلات بتطلع فجأة، وساعات كمان المعطلات دي تتكرر، يعني مش هيبقى معطل واحد، كذا معطل. طب وبعدين ليه الدنيا بتتعقد كده؟ تعال نشوف ليه اللي بيحصل ده. القصة بتاعتنا مع واحد راجل مقتدر ماديا ورايح يسحب فلوس من البنك، وبعدين بص لقى الأجهزة بتاعت ATM زحمة، يعني طابور طويل قوي. قال معلش اشوف مكان تاني، وقعد يتنقل من مكان لمكان لغايه ما مشي بعربيته مسافه طويله. اخيرا لقى مكنه ATM طابورها صغير. قال كويس ممكن ان انا يعني اقف فيها، ونزل ووقف في الطابور. لقى قدامه واحد راجل سنه حوالي 53 سنة، ولكن لقاه باين عليه التعب وعرقان، مع ان الدنيا ما كانتش حر للدرجة دي. بعد شوية قال له انا تعبان شوية، ممكن اقعد على جنب بس مكاني ما يروحش؟ قال له حاضر. وقعد اهو. قال انا قدامك قدام كل الناس سامعيني؟ قال له رحت. قعد يا عيني على الرصيف من كتر ما هو تعبان وعمال يمسح حرقه. وبعدين قرب دوره. قال له طب تعال. جه وقال له انت مالك؟ قال له اصل انا تعبان قوي
بس طب وانت ايه اللي ينزلك من البيت دلوقتي؟ قال له اصل لازم اسحب فلوس عشان صاحب البيت عايز الايجار ومتاخر عليا كذا شهر، واذا ما دفعتش دلوقتي لا هيحصل حاجات وحشه. ده غير ان ابني كمان عايزني ادفع له المصاريف، ابني دخل الجامعه ولازم اجيب اي حاجه النهارده. قال له ربنا يقويك، ربنا يقويك. وفعلا سحب، والراجل المقتدر ده برضه سحب فلوس. وبعدين الراجل المقتدر ده قال له تعالى انا معايا عربيه، تعالى اوصلك. قال له بس هتعبك. قال له لا لا بس تعال. وخده وفي العربيه وقال له تسمح لي ان قبل ما نروح في حته نعدي على المستشفى عشان نشوف انت تعبان قوي. قال له بس انا ما تشيلش هم الفلوس، تعالى بس. طبعا الراجل الغلبان ده شكر ربنا جدا، بس كان مكسوف منه، معيش فلوس ادفع مستشفى، الفلوس اللي معايا يا دوب ادفع الحاجات اللي علي. وبعدين الراجل المقتدر ده ربنا حط في قلبه انه يساعد الراجل ده، وفعلا ساق وراح لاقرب مستشفى ودخله في المستشفى، كشفوا عليه وعرفوا التعب اللي عنده، وبالتالي ادوله ادويه يعني عشان بس تسنده. وقال اشكرك يا رب، شكر ربنا وشكر الشخص ده اللي ساعده، اللي ما يعرفوش، ده مجرد يعني شافه. وقال له تعالى هوصلك البيت كمان. قال له ده كتير قوي. قال له لا مش كتير ولا حاجه. والراجل المقتدر ده حس ان ربنا عطله كل ده عشان يشوف الراجل، عشان يعمل معاه خير، لانه فعلا تعبان جدا، الراجل هيقع من طوله. وراح معاه واول ما وصلوا الشقه لقوا صاحب البيت مستني. قال له ايه مش هتدفع بقى؟ قال له ايوه هدفع. تدخل بقى الرجل المقتدر ده وقال له ايوه الحساب كام؟ قال له كذا. قال له طيب انا هدفع لك الفلوس وهدفع لك مقدم سنه. الراجل بص له كده قال له هنتفاهم بعدين. ودفع الفلوس المتاخره ودفع مقدم سنه. وبالنسبه له الرقم مش كبير، بس شعر ان ربنا فعلا بعته عشان يسند الراجل ده. الراجل بعد ما مشي بقى صاحب البيت قعد يشكره جدا، قال له يا ده اقل شيء، انا الحمد لله ربنا فتحها عليا، انا ما بجيبش حاجه من عندي، ده ربنا اللي باعت الكلام ده، ربنا اللي بيساعدك، ما تخافش سيبها على ربنا وربنا هيكون معاك. قعد يشكره جدا. وبعد كده انصرف الراجل المقتدر ده. وبعد كده تاني يوم راح الراجل الغلبان ده للجامعة ودفع لابنه المصاريف، وقعد يشكر ربنا شكر غير عادي. يا رب يعني انت سمحت بان انا اتعب وكنت هقع فعلا خلاص من طولي، لكن انت حنين عشان تحلها في الاخر. الراجل المقتدر قعد يشكر ربنا، يقول له انت عقدتها صحيح بس انت قاصد خير، انا ما كنتش فاهم يا رب لكن انت فاهم، انا مش هزعل بقى مهما اتعقدت، ما انت فاهم بتعمل ايه وانت بتدبر كل حاجة عشان الاقي فرصة اعمل حاجة كويسة، وانا ما بجيبش من جيبي، ما كله من عندك يا رب. وبقى بعد كده لا ينزعج من اي امور تتعقد في سكته، لان الله هو اللي سمح بيها وبيطلب معونته وبيعيش حلو قوي. ليه؟ لان ربنا جنبه ومعاه. الله عارف شغله كويس وفاهم كل حاجة، يبقى ان الواحد فينا يتكل على ربنا، ما تنزعجش لما في امور تتعقد،
وتجد ان الدنيا واقفة، ما تخافش، قول له يا رب اتصرف، انا مش عارف، واعمل اللي عليك. حاول وقول له يا رب انت المسؤول عني وانا ما اقدرش اشتغل من غيرك. وكل ما انت بتقبل الحاجة الصعبة اللي بسكتك بتقبلها بهدوء او برضا، حتى واتشددت في الاول ارجع بعد كده صلي، هتهدى وهتقبل اللي ربنا سمح بيه. هتلاقي بعد كده ربنا بيعمل كل حاجة، وفي الاخر انت اللي كسبان. ليه؟ كسبان بركة ربنا وعمله معاك، وبكده انت بتقرب من ربنا كل يوم. تدريبنا الاسبوع ده ان اقبل الحاجة الصعبة واطلب معونة ربنا واطمن ان كله للخير، كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بتحصل احداث في حياتنا بتبقى صعبة، ولكن الله بيسمح بامور كتيرة صعبة وفي نفس الوقت هو في ايده الحل. طب بيعمل ايه ربنا؟ تعالوا نشوف. القصة بتاعتنا حصلت في الخارج، مش في مصر هنا، حصلت في انجلترا. القصة بتاعتنا زوجين عايشين مع بعض حياة حلوة، قامت الحرب وبعدين اضطروا يتفرقوا. كانوا في فيينا ساعتها، فكل واحد راح في حتة. الزوج راح عشان الحرب في مكان واختفى، والست وصلت لها اخبار ان غالبا مات في الحرب. زعلت جدا عليه، وبعدين قالت ادور على شغل عشان اعيش. وبعد تحاول تدور على شغل ما لقتش، قالت اسافر. سافرت وراحت انجلترا، وراحت هناك تدور على شغل عشان تشتغل مربية اطفال، تقعد باي عيال عشان تلاقي لقمتها. اتنقلت من بيت للتاني، وكانت بتشكر ربنا، بس كانت طبعا متأثرة عشان فقدت جوزها خلاص ويدوب عايشة على قدها. وبعدين قامت عاصفة في البلد اللي هي فيها، عاصفة قوية، فدي خبطت في الكنيسة وفي الأماكن البيوت اللي حواليها كلها، ووقعت حاجات في الكنيسة ودمرت بعض حاجات. فالكنيسة ما تهدتش كويسة، ولكن حصل انه البياض والحاجات اللي في الحيطان وقعت، وحصل اخرام في خرم كده كبير حصل، والدنيا اتلخبطت. فالشعب كله زعل، وحاولوا بقى، هم ناس مش غناي، فقعدوا ينظفوا في الكنيسة لأن دي أحسن وأهم من بيتهم. ولكن بعد ما نظفوا كل حاجة لقوا في على الجنب يعني تدمير كتير، وفي خرم كمان كبير. فقالوا طب وبعدين؟ طب نعمل ايه؟ معناش فلوس احنا عشان نجدد، وكمان ده عيد الميلاد قرب، طب هنعمل ايه؟ قعدوا يصلوا. ابونا قال لهم نصلي ربنا هيتصرف. وبعدين ابونا بعد ما صلى كتير كان معدي، فبص لقى في اعلان في مزاد علني، فدخل بص كده فلقى في مفرش كبير. قال الله، طب ما ده كويس، مفرش ابيض كبير. قال ده ممكن نحطه ونغطي بيه الخرم ده والتدمير اللي حصل، عشان بس يبقى منظر معقول يعني في الكنيسة عشان نعرف نعيد. وفعلا اشتراه واخده وراح على الكنيسة. راح على الكنيسة، حطوه وركبوه، فعلا عرف يغطي المكان. قالوا الحمد لله، يبقى الدنيا بقت معقولة كده يعني، وبعد ايام ان شاء الله نعيد العيد ويبقى المنظر يبقى كويس، لغايه ما ربنا يبعت لنا فلوس ونقدر نصلح الاثار بتاعه العاصفه دي. وبعدين ابونا واقف في الكنيسه، بص لقى في واحده ست دخلت
وقفت تصلي في اخر الكنيسه، ولا عماله تعيط وتصلي. فقال يا رب اسندها، يا رب اسندها. وبعدين بص لقى ست مسحت دموعها وقعدت تبص على الكنيسه، وبعدين بصت على المفرش وراحت ناحيته وقعدت تبص عليه، تبص قوي. فاستغرب ايه الحكايه، معجبه بالمفرش ولا ايه؟ بعد كده راحت رايحه لابونا، قالت له ابونا. قال لها ايوه يا بنتي. قالت له المفرش ده جبته منين؟ قال لها ده جبته من مزاد علن، يعني جبته وعشان نغطي بيه في اخرام وحاجات في الكنيسه في الحيطه. قالت له المفرش ده بتاعي. بتاعك ازاي؟ قالت له ايوه، الحروف الاولى من اسمي مكتوبه اهي عليه، ده جوزي كان جابهولي، ازاي وصل لهنا؟ قال لها ما اعرفش يا بنتي، انا اشتريته وخلاص. طب اذا كان خديه. قالت له لا اخده ايه؟ لا. قال انت مين يا ستي؟ قالت له انا ست ظروفي صعبه وفقدت جوزي من زمان، وانا جيت هنا البلد هنا ادور على شغل، واشتغلت مربيه، قعدت شويه ورحت بيت تاني وبدور على شغل عشان اقدر اعيش. وبعدين قلت اجي اصلي في الكنيسه عشان ربنا يمد ايده ويبعت لي شغل، فلقيت المفرش ده. قال لها طب يا بنتي خلاص خدي المفرش. قالت له لا اخده ايه؟ ده لو سمحت لي تبقى دي الهديه بتاعتي للكنيسه. قال لها لا ازاي ده؟ هو حاسس انها فقيره وغلبانه معهاش. قال لها لا. قالت له لا يا ابونا ارجوك ما تحرمنيش، انا معيش فلوس اقدمها لربنا بعيد الميلاد، سيبني اقدم حاجه. يبقى دي حاجه بسيطه سبتها هنا. قال لها ربنا يكون معاك يا بنتي ويبعت لك شغل. قالت له انا كنت بشتغل عند الناس الفلانيين في العنوان الفلاني، بس يعني خلاص ما عادش فيه فرصه، وصلي لي عشان الاقي شغلانه تاني اربي اي عيال عشان اقدر اعيش. قال لها ربنا يستر عليك ويدبر لك كل حاجه. ومشيت الست. واستغرب ابونا ان يعني يحصل حاجه زي كده، انه يجيب مفرش يطلع بتاع واحده وهي كمان فقيره لكن عندها روح العطاء حلوه خالص، وقالت لا اقدمه للكنيسه. وبعدين ابونا اشتراه بثمن بسيط خالص يعني، لكن كان عايز يديه لها عشان يبقى يعني بتاعها، ولو هي محتاجه تبيعه هي حره. المهم حاول يساعدها، قالت له لا متشكره يا ابونا ومشي. وبعدين الحمد لله الايام مرت وجه عيد الميلاد والناس كلها اجتمعت، كانوا مبسوطين قوي. وبعد ما الصلاه خلصت بالليل والناس مشيوا، بص لقى ان في واحد راجل كبير في السن واقف لسه، ولقاه عمال يبص على المفرش، فاستغرب قال يمكن عاجبه. وبعدين راح قرب من المفرش قعد يبص عليه، استغرب. وبعدين ابونا قال له في حاجه؟ قال له اه. قال له ايه؟ قال له المفرش ده بتاعي. بتاعك ازاي؟ ده المفرش ده انا اشتريته واديته لمراتي هديه من زمان، وحتى الحروف الاولى من اسمها مكتوبه اهي. قال ابونا بقى قال له ايه ده؟ ومراتك فين؟ قال له سمعت انها ماتت وانا عايش تعبان وبدور على شغل هنا، لقيت شغل بسيط الحمد لله. الكلام بتقوله ده حقيقي؟ لا. قال له ايوه يا ابونا ايوه، صلي لي عشان انا ظروفي صعبه ووحداني دلوقتي. قال له لا استنى هقول لك على حاجه مهمه قوي. قال له ايه؟ قال له مراتك عايشه. قال له ايه؟ معقوله؟ قال له ايوه مراتك عايشه. قال له انت تعرفها؟ قال له ايوه اعرفها. طب ازاي فين؟ وحكى له الحكايه ازاي في واحده ست هنا جت تصلي وكانت عماله تعيط وقالت لي انها ازاي فقدت جوزها في فيينا. قال له ايوه فيينا، ايوه كنا هناك وده المفرش جبته لها. قال له مراتك يعني عايشه. قال له فين طيب اوصل لها ازاي؟ قال له انا ما اعرفش لكن اعرف العنوان اللي كانت بتشتغل عندهم
كانت مربية أطفال هناك. قالوا طب ادهون، وراح الراجل شكر ربنا جدا وراح للناس دول قالوا له ايوه هي مشيت من عندنا بس هي بعتت لنا جواب بتشكرنا، استنى نشوفه لك. جاب الجواب ولقى فعلا انه من مراته وبتقول هي فين. جري بسرعه على المكان اللي هي فيه، وطبعا مش عارف اقول لكم قد ايه كان مبسوط وفرحان انه لقى مراته، والاثنين جم الكنيسه وشكروا ربنا. يا المفرش ده مش لم الامور اللي في الكنيسه، ده لمنا احنا اهو مع بعضينا ورجعنا وشكر ربنا وعاشوا حياه حلوه، حسوا ان ربنا فعلا تدابيره فوق العقل. اذا كان ربنا تدابيره كده وبيعرف يعمل كل حاجه، طيب ما احنا نعيش معاه ونتكل عليه، وعلى قد ما احنا نقدر نقدم حب الله هيدينا، احنا نعطي الله هيعطينا. يعني الست دي رغم انها فقيره قالت لا عايزه اقدم للمسيح، والراجل جوزها كذلك. يوم ربنا من اجل حبهم وعطائهم ربنا يلم شملهم ويلتقوا ببعض ويعيشوا حياتهم من جديد. اذا بالتالي طيب يا ريت ان احنا نتعلم منهم العطاء. يا ريت ده يكون ده التدريب بتاعنا الاسبوع ده، ان احنا نميل الى العطاء. يعني اللي مش دافع العشور يدفعها، لما يكون في واحد محتاج